السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مشكلة بتواجه معانا كل الناس، او يعني بتبقى موجودة ومبتبقوش عارفين لها حل. بص، لجميع انواع الطيور، رومي، بط، فراخ، فراخ بيضة. الحاجة دي او اللي انا جاي اتكلم عنه النهاردة، او العلاج اللي انا جاي اتكلم عنه النهاردة، انا جربته على كل انواع الطيور والفراخ. المرة دي انا مجرباها المرة دي على الرومي ده والفراخ الفلاحي. الفراخ كان وشها شاحب، مفيش احمرار في الوش خالص. تحس يعني الفرخ يعني عرفوا باهت الديك عرفوا باهت، مش احمر كده ومزنهر كده ولونه كويس، وشهم بهتاء. ايا كانت الاسباب بقى اللي بتأدي لده، سواء كان عندهم ديدان، سواء كان وعالجتي، بس طبعا تعالجي. وانا كنت متكلمة عن موضوع علاج الديدان ده في فيديو. طبعا ايا كان زي ما قلنا، ايا كان الاسباب، سواء الفراخ تعبانه، اخدت دور برد، في حر جامد، اجهاد حراري، في سقعه جامد، الفرخ مجهد، اكله وتغذيته ما كانتش كويسه، ايا كانت اسبابك، فانا جبتلك حاليا الحل. بس قبل اي حاجه، لو ما عندكيش اي حاجه من الحاجات دي واكلك بس هو السبب او عدم الاكل ما فيهوش تغذيه للفراخ، او حتى الاكل كويس والفراخ وشها شاحب شويه مش منور، انا العلاج ده هو اللي هيقضيلك على الموضوع ده تماما. انا لسه ما كملتش، انا حطيت مرتين، يعني انا لسه بعالج، وما شاء الله انتوا شايفين الفراخ وشها، وشايفين الديوك وشها اهو بدأ يحمر وبدأ يعني يبان عليه، والبربارة اهي يعني برضو وشها بدأ يلون. فاللي عايزة اقولهولك، لو عندك اسباب، سواء برد، سواء اجهاد حراري، سواء مش اي حاجه، اجهاد حراري طبعا هنحاول او المكان حر هنحاول نربي بالطريقه الصحيحه. وانا برضو كنت منزله فيديو اللي تخفف عننا الاجهاد، لو مفيش مكان مرطب تنقليهم فيه، او مفيش فتحات تهويه تقدري تفتحيها، فاحنا هنعمل هنسمع الفيديو التاني، وكمان وهحط لكم اللينكين على فكرة في اول تعليق بتاعت الفيديوهين، عشان نبقى كده كملنا جميع الارقام اللي بنتكلم فيها. فالحل بقى هنا ايه بقى معانا، او الدواء اللي انا جربته او العلاج اللي انا جربته جاب معايا نتيجة جامد. طبعا بعد ما نعالج كل انواع البرد او الاسباب اللي بتؤدي لشحبان وش الفرخ. ديدان هنعالج ديدان، عندنا عدم تغذية هنزود التغذية شوية، هنرفع البروتين في الاكل شوية. طبعا عندنا برد هنعالجه، عندنا حر هنحاول نفتح قدر الامكان، ما عندناش طرق ولا تنفيذ للحر، يبقى هنتبع الخطوات اللي معانا دي، اللي انا لسه منزلها. هنزل لكم الفيديو اللي انا قلت لكم هنزل لكم الفيديو بتاعها، او نربي ازاي في الصيف على القناه بتاعتنا. طبعا ايه النوع ده دي الازازه دي جبتها من البيطري، يا رب تكون واضحه، حاول ابينها، حاسه ان اسمها مش واضح قوي. كده واضحه؟ يا رب تكون واضحه. انا هحط لكم اسمها او هحط لكم صوره لها في الاول، عشان هحط لكم صورتها، عشان مش عارفه ايه السبب ان الكاميرا مش راضيه توضح الاسم. هحط لكم الصوره بتاعتها في اخر الفيديو وفي اوله. ده يا جماعه علاج عامل زي العسل كده الاسود، هو في الاغلب هتلاقيه يعني ايه، وبيبقى تقيل جدا زي العسل. بس انا زي ما قلت لكم، انا قربت اخلص العلبه دي، تعتبر خلصت، فانا حطيت فيها شويه ميه، فكان فيها حوالي 2 سنتي، حطيتهم اهو للفراخ.
يا رب تكون وضحت. الازازه اهي، خدها سكرين واسألي عليها عند البيطري. ما عندوش نفس النوع او نفس الازازه او نفس النوع ده، وعلى فكره مش غاليه خالص، هتجيبي يعني نفس التركيبه باللي هو موجود عنده، لان مش كل الادويه او نفس الماده الفعاله، مش كل الادويه بتبقى موجوده في كل المكان. انا دايما ما بحبش انزل فعلا علاج او اسم معين، علشان مش كل مكان بيبقى موجود فيه مش كل مكان بيبقى موجود فيه نفس العلاج. فانا تاخدي نفس المادة الفعالة، مش مشكلة نفس الاسم او نفس الشركة يعني. خلاص كده اهو الفراخ زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين اهو. الاسم برضو مش راضي يوضح اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. اللي عايزه اقول لكم ان الكته اللي هناك دي اهي كانت مليانه جدري اهي. شايفين وشها؟ شايفين وشها؟ عايزاكم تروحوا تشوفوا بقى يعني وشها قبل كده اهي. شايفين وشها؟ شايفين دماغها؟ كان كل ده مليان جدري. اللي عايزاكم تشوفوه او تروحوا تشوفوه الفيديو اللي هي علاج للجدري، برضو كنا عاملينه مع بعض، فانا قلت اما اقول لكم عليه. شايفين الفراخ؟ ما شاء الله وشها، والله كان وشها باهت جدا يا جماعه، والعرف بتاعها باهت جدا جدا جدا. فالحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ويا رب اكون قدرت افيدكم. متنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.